السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم حبيباتي، وحشتوني جدا. النهاردة نزلت كده الصبح بدري كده، قلت بقى نشاط نعمل نشاط، احنا مكسلين بقالنا كام فيديو. فقلت بقى كان ناقص لي شويه معالق وشوك، رحت بقى ايه قعدت بقى ايه اعمل شوبينج بقى ولقيت بقى ايه معالق جميله جدا وبارخص اسعارها تحفه. يعني انا في السوق كنت بسال السوق العادي كانت ب 45، جبت المعلقه دي تصوروا بكام يا جماعه؟ ب 35 جنيه. شوفوا نقشتها جميله جدا. كانت خلي بالكم المعالق لازما كل فتره لازما تغيروا، لو كانتش مثلا ستانلس اللي هي نقي، فدي كانت اغمقت. اول معلقه تغمق ارميها على طول، ملهاش لازمه لانها بتتفاعل مع الاكل. انا سمعت دكتور كده في التلفزيون بيقول كده. شوفوا جميله جدا ونقشتها حلوه، عجبتني. ده خدتها ب 30 جنيه. طبعا ما تاخدهاش كده على الاكل، لازم تشطف وتدعك، ها ماشي، عشان من التصنيع بيبقى عليها رواسب. خدت دول ب 30 جنيه عليها حتى. بصوا جميل. دوروا يا جماعه في ناس كويسه. لا دي كانت ب 35. دوروا في ناس كويسه ما بتغليش، بتبيع بالسعر القديم عادي. يعني دي كانت بالسعر القديم، خدتها بالسعر القديم والله العظيم، خدتها ب 30 جنيه تحفه. جبت كمان بلقيت شوك تحفه يا جماعه، تحفه. شوف نقشتها جميله ازاي. جبت 12 غويشه، جبتها. بصوا جميله جدا وحلوه، والاستانلس بقت تقيله مش خفيفه. كانت ب 30 جنيه، تحفه جدا. كان هو ده دايما كل مثلا كام شهر انا بجيب الشوك والسكاكين دي الاستعمال. يعني اي حد بقى ايه بوظ معلقه وقعت منه كسرت التاني بنرمي على طول. ما تحاوليش توفري بالذات في المعلقه والشوك. المعالق والشوك ما كانتش استانلس كويس، غيري جددي حتى لان حاجه 30 جنيه يعني مش مستاهله. عجبني بقى البراد ده، كنت بشوفه كتير في فيديوهات، عجبني. قال لي ده ما بنلاقوش. قعدت اقول فين اسمه إيه؟ اللهم صل على النبي. البرادات الصاج. كل ما اخش بقى محل ادوات منزليه يقول لي لا ما خلص، لا ما بقاش ينزل. عجبني قوي جدا جدا يا جماعه. بصوا جميل كده، لونه حتى كده مفرح زي بتاع لما نروح عند جدي وجدتي. انا مبهوره بحاجات زمان يا جماعه، خلي بالكم. ده صاج كده تعملي فيه وبيبقى الشاي طعمه حكايه. ده كان ب 60 جنيه يعني تحفه. الالمونيا نفسه بيعدي ال100 وال100 وبيوصل ل150 جنيه. كمان الكوبايات دي، فاكرين الكوبايات دي يا جماعه اللي كنا بنشرب بيهم الشاي حبايبي؟ بصوا تحفه، عجبتني جدا. كانت ب 25 جنيه. على فكره ممكن تنفع عصير، يعني لو جايبين بيبسي او جايبه عصير ممكن تعمليه لو عندك اطفال تشربيهم فيه. جبت السته كانوا ب 27، يعني هي قلت له 25. هو الصراحه راجل كويس وكان اسعاره حلوه. ما حبيتش بقى ايه اقرص يعني اقول لا ده ماشيه لي ب 25 ب 20، لا حاجته كانت جميله تحفه. كمان كنت جايبه برضه 3 من دول كان ب 15. بصوا عجبتني بقى الايه الكوبايه. بصوا تحفه جميله جميله يعني تحببك في الشاي. بصوا جبت كمان منهم ثلاثه واستعملت واحده. جبت برضه 3 من دول كانوا برضه ب 15، وثلاثه من دول من النقشات دي. ماشي. جبت 3، في واحده ناقصه برضو بنستعملها. وجبت برضو 2 من دول 3 من دول. الثلاثه ب 15 يا جماعه. اهم حاجه عندك الكوبايات، ماشي، حطي كوبايات لان الكوبايات يعني ايه، يعني تفتح نفسك على المشروبات. رحت بقى بعد كده قلت بقى لقيت بتاع تموين. انا كنت ناسيه التموين خالص، قلت يمكن لعل وعسى الاسعار تهدى والتموين يبقى كتير وكده زي زمان. بقى نشيل دول على جنب. فوت بقى على ايه بتاع التموين. قعدت بقى ايه، انا كنت بقى ايه بحب اجيب زيت وسكر بس رز لا. انا كنت زي ما انتم عارفين في المشترك كنت جايبه ايه شكاره رز، وكل ما بنزل بجيب الباقي رز. فقال لي لا بصوا النظام ان الاسعار هي بس تاخدي 4 ازايز زيت على اي عدد من الافراد. 4 ازايز، اي اسره بتاخد 4 ازايز افراد. هي الاسعار ما زادتش. ب 25 الازازه. هو مش ب 25، هي ب 26، بس قال لي هي الجنيه ده مكسبي. بس لما خرجت وكده الناس قالوا لي لا احنا بنجيبها ب 25. دي كانت الاربعه، الواحده كانت ب 26. ماشي. قلت له طب انا ما ينفعنيش 4 عشان القلي كده، واحنا بنحب نقلي وكده. فخدت بقى منه دي، اشتريتها منه. ماشي. خدتها بكام؟ قال لي ايه كان في ابيض، هو قال لي الابيض ب 45. قلت له لا انا ما بحبش الابيض ده يا جماعه، خصوصا الناس اللي بتلف على البيوت وتاخد الزيت المستعمل وبتبيضه بالخل، وانتوا عارفين العمليه دي. فخدت ده اضمن، ده بيبقى تبع الحكومه وشركات حكوميه. خدت الاثنين دول على الواحده بالعافيه ب 40 جنيه، خدت الاثنين دول ب 80 جنيه.
ماشي. وبعد كده طبعا ما لقيتش السكر اللي هو بتاع بلدنا ده تحفه، قال لي ما عنديش لسه بقى. فكنت انا بقى ما بصدق، انا ما بخرجش كتير الا بقى خلاص جبت اخري بقى، فبخرج بقى اجيب حاجتي كلها. فجبت بقى 3 اكياس سكر، كان السكر مش عارفه ب 11 او ب 12 حاجه زي كده، جبت 3 بس. ماشي. ما بجيبش سكر، انت لو جبتي سكر كتير هتهدري فيه، فهو اساسا ايه مش حلو، مش مستحب للصحه. جبت بدل، بصوا يا جماعه السمنه دي لو لقيتيها في اي حته هاتيها ب 35 جنيه، فرق عيش. دي كانت فرق عيش عندي ب 35 جنيه، تحفه. انا كنت مجرباها الشهر اللي فات ما زادتش، دي ب 35 جنيه. ماشي. مش عارفه كانت بكام، لا اعتقد الشهر اللي فات كانت ارخص، لا انا المهم اشتريتها ب 35 جنيه. دي تحفه جدا، لو لقيتيها عنده اي كميه خديها، تحفه تحفه تحفه، وما بيديش اكتر من واحده. ماشي. علبه السمنه دي مع ان انا ما بدخلش السمن الصناعي، بس دي كنت خدتها اضطرار لما كانش عنده زيت. يا جماعه ما تفرقش خالص عن السمنه البلدي، بس طبعا ايه دي يعني ايه هتعمليها في الحلويات، لكن احسن لك في الطبيخ بتاع كل يوم ما تدخليش عندك السمنه اللي هي المسلي او السمن النباتي. ماشي. وده بقى كانت مشترياتنا يا جماعه النهارده. اللي يقول لي بقى السمنه النباتي دي بتستعمليها، انا ما بستعملهاش الا في الحلويات لو ما عنديش سمنه بلدي، عشان احنا كل فين وفين بنعمل مثلا معجنات حاجات زي كده، فطبعا مش ههدر كل السمنه البلدي. طب انا هطبخ بايه كمان؟ جبت صح نسيت، هاتي لي لقيت واحد يعني قاعد بشويه بطاطس بس عشان ايه يعني ربنا يرزقه، خدت منه البطاطس دي ب 10 جنيه، كانوا 2 كيلو وانا جايه. وجبت بقى الطبق ده كان ب 10. بصوا طبق حلو جدا كده تحطي فيه الغسيل، كان ب 10 جنيه او ب 12 ونص، كانت تحفه جدا. ده بقيه الايه المشتروات. يا ريت بقى اللي الراجل قاعد في الشتاء وشويه بطاطس، الناس كان اخر البطاطس. يا عم عايز قاعده، اقول له انت قاعد ليه، انت قاعد ليه؟ قلت له بكام بقى الكيلو؟ قال له خدهم ب 10 جنيه، خدتهم منه ب 10 جنيه. وده بقى ده كان جميل وتقيل وب 12 ونص، تحفه يا جماعه. حاجه يعني الحاجه اللي بصراحه كتير طالما هي رخيصه حتى تشجعك للشغل. لو عجبكم الفيديو النهارده يا ريت تشجعوني بلايك وشير، فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا باي باي.